النهارده في بالقاس في حديقة من حديقة الأسرة. النهارده جايين أنا والأستاذة هدير بسبب المؤسسة بتاعتنا، مؤسسة النيل العالمية للتنمية وإعداد القوم. هي قامت بمبادرة البنات وشابات بالقاس اللي هاوية الخياطة، اللي حابة فعلا تعمل عمل ويطلع لها منه باب رزق. هي الأستاذة هدير عاملة دورة على شهر أو شهر ونص لتعليم التفصيل. هتطلع هي متقنة التفصيل والخياطة بجد، صح؟ فوق منها. هدير بتخيط فساتين عرايس وخطوبة وسواريهات، يعني مش هتبقى متخصصة في العمل البيتي بس، إلا متخصصة في الترندر كله بتاع التفصيل. ازيك يا أستاذة هدير؟ المبادرة بتاعتك طبعا مبادرة من خلال مؤسستنا، هم لهم خصم، كل اللي هيجي له خصم أكيد بإذن الله نص في النص. كلمينا عن المبادرة وتبدأيها وايه اللي انت حباه في القاس، واحنا حاسين فعلا ان احنا سعداء ان احنا من اهالي القاس. أكيد طبعا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. المبادرة هي لدعم البنات والستات بصفة عامة، مش لفرد أو فئة معينة سنية معينة. هي إن شاء الله هتكون لدعم الستات عموما وفي جميع الأعمار. يعني أنا كان معايا في الكورس قبل كده فئات عمرية صغيرة، أطفال عندهم هواية عايزين ينموها ويتعلموا ازاي يقدروا يوصلوا لدرجة معينة من تطوير موهبتهم، يعملوا قطعة كاملة وبعد كده مش شرط يكون عندهم مشروع، بس هم عندهم موهبة وعايزين ينموها. أما في هنا الجزء الثاني أنا بحب أركز عليه شوية. فعندنا مجموعة كبيرة جدا من البنات ومن الستات عايزين يفتحوا مشاريع، عايزين يبدأوا يبقى معاهم أو ليهم دخل خاص بيهم بدون الاعتماد على حد معين. وكمان أحيانا بيبقى اللي عندهم ظروف أو غير كده، أو في برضه زي ما قلت في عندهم هواية عايزين ينموها. فحبيت إن احنا يكون لينا دور إن شاء الله من خلال المؤسسة. هو ممكن تعمل الفستان بره ب1000 ونص، ممكن بإمكانيات بسيطة، صح يا أستاذة هدير؟ ما تاخدش التكلفة دي، لأن أنت هيبقى معاك الخامة اللي أنت عايزها. الجودة عموما بالشكل النهائي لأي تصميم بتعتمد على أصالة التصميم نفسه، أكتر من إن يكون واخد حاجات كتير وعليه إكسسوارات معينة وفرنجات معينة. في ناس بتحب الوقت الفستان سيمبل، حاجات بسيطة وسيمبل، بتحس إن هو فعلا شيك ورقيق، وهي فعلا لابسة حاجة مش تقيلة ومحرراها ومزهقاها. إحنا هنبقى معاك في التقيل وفي الخفيف بإذن الله، ومعاك كمان إن أنت تبقى عندك موهبتك هتساعدك إنك تفتح آفاق، مش ليك لوحدك، ليك وغيرك عشان يستفيد بعلمك. إحنا قصدنا كله إن اللي يتعلم يعلم، واللي يتعلم يعلم لحد ما نوصل كلنا لمرحلة من التعليم. قولي يا هدير، أنت طبعا عندك مكنة سلسلة ومكنة خياطة والتشطيبات كلها، أنت بتعلموهم بعد ما بياخد دورة القص، بتعلموهم إزاي يشطب القطعة ويطلعها ان هي تبقى جاهزه وتديها للجمال كله؟ طبعا بنبدا الاول بتعليم الباترون، وبعد ما بتكون الباترون يعرفوا ازاي اقدر اطلع تصميم معين انا عايزاه او شفته في مكان او انا طلعته من دماغي، اطلعه ازاي الاول على الباترون وافهمه، وبعد كده يبقى سهل جدا معانا ان احنا نتعلم على ماكينه الخياطه ونقفله. كمان في حاجه جزء مهم قوي في الخياطه اسمه التشكيل على المانيكان، ده خارج الباترون خالص. كل ده بيتعلموه معانا ان شاء الله في المبادره باذن الله. واحنا من خلال برنامجنا احنا مع الاستاذه هدير وخطوه بخطوه، لان فعلا عايزين ننمي المواهب. حلقه التفصيل او الحلقه اللي هتطلع مش هتعلم الناس بس في بالقاس، ممكن بس الناس تتعلمها اونلاين. بيبقى الاونلاين دور برضو معانا. دور ازاي؟ ان هو عن طريق الواتس، يبقى فيه واتس مخصص. الأستاذة هتشرح مثلا طريقة عمل بنطلون، ازاي تقص وازاي تاخد خط الوسط وازاي الطول وازاي الحجر والكلام ده كله، وهتعرضه المقاسات الكاملة وازاي فعلا المقاس بيتقسم ل2 وازاي حاجات كتيرة كلها تبقى معاك اونلاين ومعاك حقيقة ومعاك واحنا وياك كلمة لأهل القاس، لأهل الأقاليم، لأهل المحافظات اللي عايز توصل لنا. احنا لنا مكان ثابت، مكان معصرة شارع مكنة المرور، وبالقاس شارع الأستاذة هدير، شارع 10
متواجدين في الوقت الحالي، انما في اماكن تانية نبقى سعداء فعلا ان احنا لقينا التواصل يبقى شغال معانا من الان وانا وانتم على الهواء مباشره مع الاعلاميه سهير يوسف والاعلاميه هديه، وطريقه عمل البترول والتفصيل والخياطه والجوده والصنعه الحره مع الشخص الحر. سعدت بيكم من خلال برنامجنا ونقول تحيا مصر.